فلما الشيطان ييأس، انت حته خادمه غلبانه ولا تفهمي حاجه، صحيح، وتبص تلاقيكي تنطوي كده وتنسحبي من الخدمه، وانت تدفعي بايه؟ وانت غلبان ولا استعديت ولا حاجه. بدل ما تروح تستعد، افرض ان انت غلبان، روح اقرا الانجيل وروح ذاكر وروح ادرس وروح كون نفسك وابني نفسك وتعالى اعمل عمل ربنا بقوه، بدل ما تدب فيك الحياه دي تروح تيأس. احنا بقى في المسيحيه ما عندناش حاجه اسمها يأس. تقول لي ايه دليلك؟ اقصى درجات اليأس ايه؟ اقصى درجات اليأس ايه؟ الموت. واحد يأس لغايه لما ايه؟ احنا عندنا حاجه بعد الموت؟ احنا عندنا القيامه من الايه؟ من الاموات. يبقى اليأس بتاع الشيطان ده مش علينا. بولس قال كده اننا تثقلنا جدا فوق الطاقه اذ كان فينا حكم الموت. اتابع ربنا بيبتدي يشتغل من عند القبر. قيامه الاموات في مفهومها المسيحي تبتدي من نقطه الضعف بتاعتنا. يقول ايه؟ انا عاوز واحد يكون مولود اعمى. ليه يا رب؟ قال له عشان اظهر مجد. طب الناس عينيها مفتحه كتير تحت امرك، انا عاوز واحد اعمى عشان اشتغل من هنا. فعشان كده يا احبائي اليأس ده ما عندناش ابدا، مش في القاموس بتاع المسيحيه، لان الرجاء لا يخطئ، لان محبه الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. لاجل هذا نحن نعيش القيامه في قوتها. الذين قاموا مع المسيح قيامه اولى ليس للموت الثاني سلطان عليه. مفيش يأس ابدا.